جايب لك النهارده افضل موبايل تحت 9000 جنيه، يعني حوالي 200 دولار. طبعا انت مستغرب الاستوديو اللي انا فيه، انت متعود على حد تاني بيطلع في المكان ده، بس الاخ هواري مستضيفني هنا عقبال ما الاستوديو بتاعي يخلص، ابقى حاسبك على الايجار ما تقلقش. المهم قبل ما نكمل في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب انت مشترك. تعال بقى اقول لك ليه الموبايل ده افضل موبايل تشتريه تحت 9000 جنيه. ولو حبيت تشتري الموبايل ده بعد ما تسمع الفيديو هسيب لك رابط الشراء بارخص سعر تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان اكواد خصم هتديك خصم اضافي، وبالاضافه هتدعمني جدا. اولا الموبايل ده مقاوم للصدمات والميه بشكل كبير جدا، ويمكن عملنا الكلام ده في فيديو صغير نزلناه من فتره. بيجي بمقاومه ميه وغبار بمعماريه IP54، والموبايل فعلا الى حد ما بيستحمل. وده مش معناه ان انت بقى تمسك الموبايل تقعد تغرق فيه او تكسره او تعمل الكلام ده، انا بوري لك بس على قد ما اقدر ان الموبايل بيستحمل لغايه قد ايه، عشان لو وقع منك مثلا وقعه بسيطه، جه عليه شويه ميه، وقع منك في ميه، تلحقه بسرعه. بس هو مقاوم للحاجات دي بشكل كبير. الموبايل بيجي تقريبا بنفس الديزاين بتاع عيله الريلمي 12 عامه، الكاميرات المدوره اللي في الظهر، الموبايل كده مصنفر من الظهر مش بيلم بصمات كتير. اولا الموبايل تحسه صيفي كده في نفسه شويه، او اللون المنت جرين او الاخضر ده مع لمسه تحس فيه الريشه كده في الظهر، فتحسه موبايل روش وصيفي في نفسه. الموبايل وزنه خفيف وسمكه رفيع جدا ومسكته سهله جدا في الايد، وده بالرغم ان الموبايل بيجي بشاشه بحجم كبير 6.67 انش اتش دي بلس، تدعم 120 هرتز، وبسطوع بيوصل ل 625 نتس. الشاشه بصراحه كويسه جدا وهتقدر تتفرج عليها على المحتوى كويس جدا، مطلع الوان وسطوع ممتازه، ولكن كنت اتمنى ان هي تكون بفول اتش دي بلس بدل اتش دي بلس، خاصه ان الفئه دي احنا دلوقتي قربنا على بدايه المتوسطه. انا بالنسبه لي كان لازم يبقى فيه فول اتش دي بلس، ولكن الشاشه ما زالت كويسه وبتقدم لك الاداء المطلوب منها، والتردد العالي بتاع الشاشه هيخليك تحس ان الموبايل شغال سريع جدا، كل حاجه بتفتح بسرعه. اطلع من تطبيق روح لتطبيق تاني هتلاقي الموضوع سلس جدا، وده برده بفضل السوفت وير وواجهه ريلمي اللي هو ريلمي يو اي 5.0 مع اندرويد 14. موبايل سريع، افتح تطبيقات كتير براحتك. الموبايل بيجي ب 256 جيجا مع 8 جيجا رام، واللي بيحرك بقى ده كله المعالج الدايمنسيتي 6100 بلس، معالج ممتاز جدا وواحد من اقوى المعالجات الموجوده في الفئه دي، بالاضافه لدعم الموبايل لل 5G، وده يمكن ده ارخص موبايل هتلاقيه بيدعم ال 5G في الفئه دي. المعالج ده بيقدم لك اداء ممتاز جدا، مثلا لعبه زي ببجي تقدر تلعب على سموز والترا فريم ريت اللي بيوصل ل 40 فريم، وال 40 فريم ثابتين جدا، وهتلاقي اللعبه شغاله معاك 100. Excellent work. جامد الحته دي. بالاضافه لبطاريه كبيره 5000 ملي امبير هتدوم معاك اليوم وزياده، ولكن الشحن جاي معاها 15 واط، ويمكن ده انا استغربته. دايما ريلمي بتحط الشواحن في الموبايلات بتاعتها 45 واط اقل حاجه، طبعا هيطول شويه في الشحن، ويمكن مش هتحس بالوقت ده كله لو انت بتشحن الموبايل بالليل، وكده كده البطاريه ما تقلقش هتكفي معاك اليوم وزياده. مميزات الموبايل ده برده بيجي بسيستم كاميرات كويس جدا، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع كاميرا 2 ميجا بكسل عشان تساعدك في تصوير بورتريه، والكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل. الموبايل بيطلع صور ممتازه جدا بصراحه زي بقيه عائله ال12 كلها، وكمان السوفت وير هنا بيظبط الصوره جدا، سواء بقى الهاي دايناميك رينج سواء الالوان، وبيخلي الصوره فيها الوان كتير. حتى في السيلفي الصوره بتطلع فيها تفاصيل كتير، بس تاكد ان انت تبقى قافل البيوتي مود لو انت بتحب يبقى الصوره فيها تفاصيل كتير. العزل او البورتريه ممتاز سواء في السيلفي او الكاميرا الاساسيه، وده المطلوب من الموبايل، انا مش عايز منه اكتر من كده. هتلاقي بقى كل السنسورات اللي انت عاوزها، بروكسيميتي سنسور موجود حقيقي هاردوير مش سوفت وير، شغال كويس جدا. بوصله شغاله برده كويس، جايروسكوب سنسور لو انت بتستخدمه مع ببجي، بصمه في زرار باور طلق اللي من اسرع البصمات اللي هتلاقيها في اي موبايل، المس بس البصمه هتلاقي الموبايل بيفتح، ده كعاده موبايلات اللي بتعمل بصمه سريعه جدا. كمان عندك مايك ثانوي لعزل الضوضاء في المكالمات فهيحسن جوده المكالمات، مدخل 3.5 مللي لو انت لسه بتستخدم السماعه الواير. الموبايل فيه كل حاجه تقريبا، كمان بيدعم خاصيه مهمه جدا وهي NFC، دي لازم تلاقيها في اي موبايل عامه تشتريه الفتره الجايه، شحن بقى كروت الكهرباء كروت الميه الكلام ده. كباكج بصراحه ممتاز، كسعره حاليا تحت 9000 جنيه من اكتر الموبايلات اللي انا ارشحها لك انك تشتريها. المهم يا سيدي كده انا اكون خلصت، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتقول لي في رايك في الكومنتات تحب تشتري الموبايل ده ولا. ارشح لك جدا ان انت تشتري الموبايل ده باكج متكامله تقريبا او شبه متكامله، بلاش متكامله كان ناقصه كده بعض الحاجات، بس بالنسبه للسعر ممتاز. ما تنساش تستخدم رابط الشراء والاكواد لو حبيت تشتري الموبايل ده. بس يا معلم اشوفك على خير الفيديو جاي، ساعتها هنكون في الاستوديو الجديد. سلام.